يا صباح الفل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة الصحافة لهذا اليوم، ونستعرض فيها بداية أبرز الموضوعات التي اخترناها. أبدأ مع صحيفة الأخبار وعلى صفحتها الرئيسية وفي المتابعة على الصفحة الثالثة. العنوان هو: اليوم الشيخ يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للتموين. وتحدث الخبر عن موافقة البرلمان على ترشيح اللواء محمد علي الشيخ لمنصب وزير التموين، كما تحدثت عن سيرة الوزير الداخلية. وفي متابعة الخبر أشارت الصحيفة في عنوان فرعي إلى تصريحات رئيس الوزراء شريف إسماعيل بوجود حركة محافظين قريبة، وأنه فور الانتهاء منها ستعلن تفاصيل تلك الحركة. أما روزل يوسف فعلى صفحتها الأولى جاء هذا العنوان: رفعت جلسة البرلمان عقد 94 جلسة عامة و686 اجتماعا للجان النوعية، و50 نائبا لم يتحدثوا تحت القبة، وذلك في إشارة لتقرير الإنجازات الرقابية التشريعية لمجلس النواب في دور الانعقاد الأول. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر إن عدد مداخلات النواب كان تقريبا ل 538 نائبا من أصل 596 نائبا. ننتقل إلى صحيفة الأهرام وعلى صفحتها الأولى تضمنت عنوانا جانبيا يقول: خطوات جديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الطاقة. وأشارت إلى ما طرحته وزارة الكهرباء بالأمس من المرحلة الثانية من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشجيع المستثمرين الأجانب والمواطنين على الاستثمار في بناء محطات طاقة نظيفة متفاوتة القدرات. وفي صفحتها الثالثة نقلت الوفد تصريحات الحكومة بطرح كيلو اللحوم ب36 جنيها وليس ب25 جنيها. وقال الخبر إن ما تطرحه وزارة الزراعة في منافذها على مستوى الجمهورية يصل سعره إلى 36 جنيها للكيلو القائم للحوم البقرية، و34 جنيها للحوم الجاموسي، و38 للحوم الخراف. نقرأ من اليوم السابع في صفحتها الأولى: منع 15 متهما في فساد القمح من السفر، المتهمون في الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات وأصحاب الشون بالفيوم. أيضا كشفت مصادر مسؤولة بمحافظة الفيوم أن عدد المتهمين في قضايا فساد القمح الذين صدر بحقهم قرار النائب العام بإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وعدم تصرف زوجاتهم وأبنائهم في أموالهم. في المصري اليوم على الصفحة الأولى: الرياض ترد على خامنئي، لن نسمح لإيران بتسييس الحج. وتظهر بعض التصريحات لولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف الذي قال إن بلاده لن تسمح لإيران أو غيرها بمخالفة أو تسييس شعائر الحج، ردا على دعوة مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي العالم الإسلامي إلى إيجاد حل لإدارة السعودية مناسك الحج. وأضاف أن ما تثيره وسائل الإعلام الإيرانية لا يستند إلى المصداقية والموضوعية. أما في الصفحة الثالثة من المصري اليوم فنقرأ: الاتفاق النهائي على قرض النقد في واشنطن بعد العيد. وعلمت المصري اليوم أن وفدا من البنك المركزي ووزراء المالية سيغادر القاهرة متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن عقب عطلة عيد الأضحى لاستئناف إجراءات التقرير النهائي لبعثة صندوق النقد الدولي حول نتائج اتفاق الخبراء الذي وقع لحصول مصر على قرض بإجمالي 12 مليون دولار على 3 دفعات.
ننتقل إلى الوطن وتحديدا الصفحة الثالثة التي نقلت تصريحات وزير البترول تحت عنوان الملة 6 مليارات و600 مليون دولار استثمارات نفط أجنبية. ويقول طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن استثمارات شركات النفط الأجنبية في البلاد بلغت 6 مليارات و600 مليون دولار في السنة المالية 2015-2016، وهذا رغم انخفاض أسعار النفط العالمية، وكان الانخفاض يقدر ب900 مليون دولار عن العام السابق. الخبر الأخير من صحيفة الشروق والصفحة الثالثة فيها وزير الرياضة في البرلمان: ليست لدينا خطة لعودة الجماهير إلى المدرجات، حيث استبعد وزير الرياضة خالد عبد العزيز عودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية في الوقت الحالي، مؤكدا أن وزارة الداخلية تتعرض لضغوط بسبب عمليات التأمين، وأن عودة الجماهير للملاعب يضع رؤية وأنها تعد أمرا خطيرا. مشاهدينا الكرام، سنحلل بعض هذه الأخبار وأخبار أخرى جاءت في صحافة اليوم. ضيفنا سيكون الأستاذ أحمد السرساوي نائب رئيس تحرير صحيفة الأخبار. كونوا معنا بعد الفاصل. يا صباح الفل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. الآن نقرأ الصحافة بشيء من التحليل. يشرفني أن أرحب بضيفي هذا الصباح الأستاذ أحمد السرساوي نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار اليوم. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير أستاذ مرة دي الأخبار اليوم مش الأخبار بس. خلينا نبدأ بالموضوع اللي أظهرته معظم الصحف وموافقة البرلمان على ترشيح اللواء محمد علي الشيخ وزيرا للتموين. طبعا هو كان عنده خبرة في مسألة الإمداد، قطاع الإمداد في القوات المسلحة، لكن مسألة الاستعانة بشخصيات ذات خلفية عسكرية في هذه المواقع، ما الفارق الذي ستحدثه؟ وأيضا كيف ترد بها الحكومة أو السلطة على كل الذين كانوا ينادون بتعيين شخصيات تكنوقراط في الحقائب الوزارية؟ أشكرك أستاذة دينا. طبعا هو الظرف هو اللي حتم دون. احنا عارفين ان وزارة التموين احنا خارجين من أزمة كبيرة تتعلق بتوريد القمح. وزارة التموين هي الوزارة المسؤولة عن السلع الاستراتيجية الرئيسية الخاصة بالمواطنين المصريين. احنا وزارة التموين دي هي اللي بتقدم للناس أهم 10-15 سلعة الناس بتتعامل فيها. فالحقيقة الاستقالة السريعة أو إجبار دكتور خالد حنفي على الاستقالة في الفترة اللي فاتت على أثر فضيحة توريد القمح حتمت إن احنا نيجي بشخصية ليس عليها أي ملاحظات فيما يتعلق بقضية النزاهة، وأيضا تكون ملمة بالملف، هذا الملف زي ما بقول لحضرتك المتعلق بالحياة اليومية للمواطن المصري. طبعا كان في أكتر من اسم كان مرشح. احنا عارفين ان كان في أسماء من خارج القوات المسلحة كانت مطروحة، وكان في اسم أو اسمين من القوات المسلحة بالإضافة ل3 أسماء من خارج القوات المسلحة. لكن الحقيقة اللي رجح كفة اللواء محمد علي الشيخ هو أن هذا الرجل قضى فترة طويلة في اهتمامه بملف التموين عموما. لأن احنا لازم برضو السادة المواطنين يكونوا عارفين أن القادة اللي لهم وظائف متشابهة إلى حد ما بالقطاع المدني في تخصصهم،
دول ما بيكونوش دارسين فقط الواقع الخاص بالقوات المسلحة واحتياجات القوات المسلحة وكيفية توريدها، لكن أيضا بيبقى دارس السوق العالمية، دارس السوق المحلية. يعني هو كان من خلال موقعه كرئيس لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، ودي هذه الهيئة هي المسؤولة عن هذا النمط من النشاط الاقتصادي داخل القوات المسلحة. احنا عارفين القوات المسلحة المصرية عددها كبير، احتياجاتها كبيرة، وبالتالي الشخصية التي تقوم على تنظيم احتياجاتها بدقة شديدة ووفق نظام صارم مؤكد انها هتكون مفيده جدا في الموقع الجديد. لكن الا يقتل هذا كل محاوله من قبل يعني من قبل الشعب المصري للثقه في شخصيات مدنيه يمكن ان تتولى حقائب لها ثقل؟ يعني لماذا دائما الذهاب الى هذا البديل العسكري لإنجاز أي نوع من المهام؟ ده سؤال رائع. الحقيقة احنا زي ما بقول لحضرتك احنا في فترة صعبة للغاية، احنا في فترة الفساد في مستشري طوال 40 سنة في القطاع المدني زي ما حضرتك قلتي. يعني النهاردة الأجهزة الرقابية كل مكان تحط إيديها فيه في أي وزارة في موضع للفساد، مش ممكن. فأنت لما بتجيبي شخصية صارمة وتعمل وفق القانون وسيرتها الذاتية نقية ونزيهة، بدون شك أنت في حالة طارئة النهاردة، أنت مش في ظروف عادية. يعني أنا مع حضرتك طبعا أن القيادات الموجودة في الوزارة المدربة اللي تاخد حقها في الطابور، بس ده لما يكون في الظروف العادية، لكن النهاردة في كيف يمكن إحداث هذه النقلة أنه يكون في صف تاني من يعني ليس طبعا لدينا أي اعتراض على أنه أي شخص من أي خلفية يتولى منصب جيد، لكن التنويع أنه يكون في صف ثاني من الشخصيات القادرة على الإدارة، وهذا شيء يدعو إليه حتى الرئيس من خلال مبادرات كثيرة لدعم القادة الشباب. بالظبط. احنا طبعا المسألة دي هتاخد شوية وقت صغير لأنها بتعتمد على التدريب. يعني هنضطر ان احنا ندي مثل تاني بالقوات المسلحة. لا يستطيع أي ضابط أو قائد داخل القوات المسلحة ان هو يعتلي أي رتبة تالية إلا لما يكون أخذ التدريب المؤهل لهذه الوظيفة الجديدة. يعني قبل ما أي حد يتولى أي مهمة قيادية لازم يكون أخذ سلسلة من الدورات والتدريبات في مصر والخارج ودراسات مستمرة. الحقيقة أن الضابط في القوات المسلحة علشان يصل إلى رتبة اللواء بيكون اتعصر دراسات وخبرات ميدانية. صحيح. وبالتالي احنا لو طبقنا نفس نظام التدريب المستمر داخل قطاعاتنا المدنية، مؤكد ان عندما يصل الى منزلة او مثلا وظيفة وكيل وزارة يكون مش شرط بس المدة الزمنية يا استاذة دينا اللي يكون قضاها ان هو مثلا قضى 30 سنة في مكان، فمجرد الآدمية دي تؤهله ان هو يكون على رأس هذه المؤسسة او هذه الهيئة. لا، لازم يكون في تدريب مستمر، في تعلم مستمر، في اكتساب مهارات جديدة في الإدارة وفي الفكر الاستراتيجي عشان يقدر ان هو يتولى المناصب القياديه. استاذ احمد، الحديث عن المسؤوليات التي يطلع بها الجيش المصري او القوات المسلحه في المشروعات الكثيره في مصر أصبح ظاهرا جدا على النقاشات المجتمعية وفي الدوائر الخاصة. حضرتك أشرت قبل أن نبدأ هذا الحوار لمقال الأستاذ عماد الدين حسين في صحيفة الشروق، والتي يرد خلالها على مقال آخر للكاتب الكبير الأستاذ فهمي هويدي في الصحيفة نفسها حول هذا السجال المجتمعي إذا صح التعبير. الحقيقة يعني ده ينطبق عليه القولة المشهورة إنها كلمة حق يراد بها باطل. يعني مسألة إن الخلط المتعمد ما بين أداء المشروعات اللي بتقوم بها القوات المسلحة وما بين
ان ده مش دور القوات المسلحه. لا، القوات المسلحه اولا في كل المشروعات الإنشائية أو المشروعات المدن الجديدة والطرق والكلام ده كله لا تقوم به القوات المسلحة برجالها، هي تشرف عليها القوات المسلحة، لكن من ينفذها هي الشركات المصرية الخاصة. احنا عندنا مشروع حفر قناة السويس الجديدة. تعرف حضرتك كل الشركات اللي حفرت وساهمت والمعدات اللي ساهمت كلها شركات مقاولات. هو مين اللي استوعب العمالة المصرية في هذا القطاع؟ احنا عارفين ان القطاع ده طوال من ايام الثورة لغاية النهاردة مر بمرحلة ركود رهيبة جدا. لكن الإدارة واستلام المشروعات للتأكد من مطابقتها للمعايير يكون من قبل الجيش. بالضبط، التخطيط والإشراف والمطابقة والاستلام. احنا بنشوف النهارده الطرق اللي بتعملها، كلنا بنسافر على الطرق، كل الناس بتقول يا ريت الطرق كلها تتولاها الإشراف على إشراف الهيئة الهندسية أو لكن المشكلة أننا نريد أن ننقل هذه الخبرة وهذه المدرسة في الإدارة لكافة الهيئات، كما كنا نتحدث في بداية هذا اللقاء، أنه نقل الخبرة حتى تكون كل الهيئات تعمل بانضباط ودقة وحسم. بالتأكيد، ما أنا بقول لحضرتك إحنا طوال 40 سنة كان في الفساد استشرى داخل يعني القطاعات كتيرة من الدولة. مش هنقول، كان دايما في مقولة مشهورة كان حتى بيقولها يعني أقطاب داخل الحزب الحاكم السابق الحزب الوطني، يقول لك الفساد في المحليات وصل للركب. لا، ما كانش في المحليات بس، ده كان في كل الوزارات. يعني احنا شفنا قضايا الفساد الكبيرة اللي احنا شفناها في الزراعة، شفناها في قطاع المقاولات، في قطاع الصحة. يعني الحقيقة من النادر دلوقتي ان انت تقولي ان مفيش قطاع. فانت لما تيجي النهارده تستعيني بإدارة حازمة زي إدارة القوات المسلحة يسلمك في المواعيد اللي انت طالباها. يعني الرئيس لما جه اي مشروع يقول له ده هيستغرق 5 سنين او 3 سنين، يقول له لا احنا ما عندناش وقت، احنا عايزين سنة ونص، سنتين، بنفس معايير الجودة وبتكلفة اقل وبتنفيذ مضمون. يبقى اللي مطلوب هنا تدخل القوات المسلحه هنا للحزم. نيجي لقضيه الالبان اللي حضرتك اشرت ليها، اللي موجوده في المقال بتاع الكاتب معروف توجهاته ورد اخونا الاستاذ عماد حسين عليه. الحقيقه القوات المسلحه لا اشترت اللبن وخزنته، ولا عندها شركات تتاجر في اللبن. المسألة ان للأسف السطحية اللي موجودة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وان الشباب وهو قاعد يكتب اي تعليق ويشيره ويبعته لاصحابه واصحابه يبعتوه لاصحابهم، دي مسألة في منتهى التفاهة وما فيهاش اي عمق. اولا القوات المسلحة تدخلت لإنقاذ البلد، هي مهمتها توفير احتياجات الضرورية للبلد في أي سلعة، هي دور المنقذ. يعني ده كان المفروض ان هو دور وزارة الصحة. وزارة الصحة قصرت، فتدخلت القوات المسلحة بقدرتها السريعة على النقل، بقدرتها السريعة على التعاقد، بقدرتها السريعة على توفير هذه السلعة. احنا في وقت من الأوقات كان في أزمة سكر كانت موجودة في البلد، تدخلت، ما كانش القوات المسلحة لكن تدخلت الحكومة المصرية واشترت مراكب السكر وحولتها على المينا في اسكندرية. الكلام ده كان من فترة طويلة، بس أنا أقصد الإجراءات الاستثنائية السريعة اللي بيتم التدخل بيها. لو نقص دواء مهم يعني يكون بيعالج أمراض مزمنة ونقص من السوق، دي مهمة المفروض دستوريا مهمة وزارة الصحة. لكن أنا على يقين أن لو حدث دون لا قدر الله في أي وقت من الأوقات، طيارات القوات المسلحة هتتدخل فورا لتوريد الدواء دون للمواطن. ما بنقولش أن القوات المسلحة هي اللي تتولى هذه المهام، والمفروض أن كل وزارة هي اللي تقوم بمهمتها، لكن هنا بتقوم بدور المنقذ والمسعف والمؤمن لحياة المصريين. وده على فكرة دور القوات المسلحة في كل دول العالم.
نعم. طيب نحن سنتوقف الآن لبعض الوقت لمتابعة هذا المؤتمر للجامعة العربية لانطلاق ورشة العمل التحضيرية لمنتدى الفكر العربي، ثم نواصل جولتنا مع الصحافة بعد قطار عن القضبان في منطقة العياط عندما ترد إلينا. أعود مرة أخرى للترحيب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد السرساوي، نائب رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم. أهلا بحضرتك. وفي الحقيقة في جريدة الأهرام في عمود هوامش حرة للكاتب الكبير فاروق جويدة بعنوان الرئيس وأموال مصر الهاربة، بيتكلم عن مشاركة الرئيس في قمة ال20، لكن بيقول أنه أهم ما طرحه السيسي أمام زعماء العالم في هذا التجمع الكبير هو قضية أموال مصر الهاربة، ولأول مرة يتحدث الرئيس عن أموالنا التي تسربت كما يقول إلى بنوك ومؤسسات هذه الدول، مطالبا بعودة الحقوق إلى أصحابها. الحقيقة هو كان طرح في غاية الذكاء من الرئيس في المؤتمر، لان احنا عارفين تجمع دول 20 ده هو تجمع اقتصادي في الاساس قبل ما يكون تجمع سياسي. القضية الاولى اللي كانت على رأس المناقشات في هذا المؤتمر كانت إصلاح النظام المالي العالمي، والبند الأولاني على يعني في مسألة الإصلاح هي محاربة الفساد. فالحقيقة كان احنا عارفين ان في إجراءات صعبة للغاية في محاولة إثبات قيمة وملكية هذه الأموال لمصر في الخارج، وإحنا عارفين المعركة القضائية الشهيرة اللي تمت في سويسرا ومحاولة مجرد الاستعلام عن أموال النظام السابق، أموال المهربة في بنوك سويسرا. فكون أن الرئيس الحقيقة استثمر هذا التجمع المالي، لأن معظم الأموال المهربة هتلاقيها مرتبطة بشكل أو بآخر باقتصاديات هذه واحدة من هذه الدول ال20. طبعا مورد كبير جدا. فهو استثمار لوجود شخصيات على هذا المستوى. كمان لازم نعرف ان كانت المؤسسات الدولية الكبيرة المالية والاقتصادية كانت موجودة، يعني البنك الدولي كان موجود، صندوق النقد الدولي كان موجود، وبالتالي إثارة مثل هذه المسائل في هذا التجمع الدولي مسألة كانت مهمة للغاية. فالحقيقة ده كمان ينبئ عن إرادة الدولة المصرية ورأس الدولة المصرية في ملاحقة هذه الأموال وعدم التساهل فيها. احنا كان في فترة من الفترات كان الناس اعتقدت أن هذا الملف قد أغلق وأنه لن يفتح لصعوبة إثبات تهريب هذه الأموال، لكن إثارة الرئيس لهذا الموضوع في هذا التجمع الدولي الكبير كانت نقطة قوية للغاية في هذا الملف. وأعتقد أن احنا هنشوف في الفترة الجاية تحرك في هذه الملفات المتعلقة مش بس أموال مبارك وأسرته، ولكن أيضا أموال كل المجموعة التي استفادت من الفساد اللي كان موجود في هذه الفترة. كما أشرنا في بداية عرضنا للصحافة، روزي اليوسف على الصفحة الأولى حملت هذا العنوان: رفعت الجلسة، البرلمان عقد 94 جلسة عامة و686 اجتماع للجان النوعية، 50 نائبا لم يتحدثوا تحت القبة. الحقيقة أنه في عدة صحف اليوم لديها ملفات زاخرة لتحليل أداء البرلمان. الأخبار كانت من تلك الصحف، ملف يمتد ل3 صفحات من الصفحة 5 وحتى الصفحة 7، وفيها الحقيقة إحصائيات كتيرة يعني ممتعة أنه الواحد ينظر إليها. مثلا تقول في عنوان في الصفحة 7: كثير من الصخب، قليل من التشريعات. أيضا تعرض الراحل والمطرود والموقوف والمستقيل بالبرلمان، وأن الحكومة تفلت من مقصلة البرلمان.
كلها طبعا يعني موضوعات جانبية تتعلق بأداء البرلمان. أيضا رصدت برلمان 30 يونيو أم برلمان المشاغبين، وتعرض هنا المشاكسات ما بين الشخصيات تحت قبة البرلمان، وطبعا بالأسماء، يعني مثلا أبو حامد وخالد يوسف، تتحدث عن فلوس الشبكي كما أثير في فترة الشرقاوي ومرتضى. لمن لديه وقت اليوم يمكن أن يقرأ هذا بتأني. رأيك إيه في أداء البرلمان بعد دور الانعقاد الأول؟ والله يمكن مختلف شوية عن العناوين يعني. قول لنا. أنا شايف أن البرلمان في فترة قصيرة جدا عمل مهام كتيرة. هو كان عليه أعباء رهيبة في رأيي. يعني احنا لما نشوف ان البرلمان مثلا ناقش واقر 350 مشروع بقانون في فترة قصيرة جدا، يعني ده دور الانعقاد الاولاني. لما يقر مثل هذا الرقم 350 تشريع، اعتقد ان هو نحو 350 او يمكن اكثر كمان، 356 او حاجة كده. فالحقيقة ده جهد رهيب. ما ننساش ان في عبء اضافي على هذا البرلمان. احنا كل البرلمانات السابقة كانت مهمتها الأساسية التشريع والرقابة، لكن النهاردة بقت اختيار الحكومة ويعني محاسبة الوزراء. وما ننساش أبدا الخبطة الكبيرة اللي عملتها لجنة تقصي الحقائق اللي في البرلمان، قضية القمح. يعني صحيح. قضية القمح دي خرجت أساسا من البرلمان. فالحقيقة أنا شايف إن البرلمان ده إذا كان نحو 40% من أعضائه يمارسوا الحياة البرلمانية لأول مرة وقدروا إن هم ينجزوا مثل هذا الإنجاز، لا أنا شايف إن هم عملوا مجهود كبير في وقت قصير، في وقت ضاغط للغاية. احنا شفنا كمية التشريعات اللي عملوها، الدور الرقابي أدوه، لجان تقصي الحقائق اتحركوا حتى في ملفات اللي احنا ما كانش البرلمان بيتدخل فيها زمان. يعني مثلا زي قضية ريجيني. قضية ريجيني كان ده ملف دبلوماسي وأمني، لكن احنا شفنا تحرك البرلمان في هذا الإطار، لكن ما سمعناش عن أي نتيجة ملموسة يعني. لأن الحقيقة هم قالوا هيعملوا لجنة إدارة أزمات أو يعني هيئة لإدارة الأزمات في البرلمان، لكن لم تصل لحد الوجود الفعلي وإنجاز نتائج. يعني للأمانة في تحول في الموقف الإيطالي. يعني بعد طرح الموضوع في البرلمان والمناقشات اللي تم داخل البرلمان والاتصالات أيضا، وأنا أعرف أن في قريب زيارة برلمانية هتتم من الجانبين. يعني هيبقى في الدبلوماسية البرلمانية هتفعل ما بين مصر وما بين البرلمان الإيطالي والبرلمان المصري، بس هي لسه قدامها شوية بس هتتم. وبعدين في تحول ولو ضئيل نحو عودة السياحة الإيطالية. يعني إن شاء الله احنا عرفنا أن السياحة الروسية هتوصل على بداية السنة الجديدة. أيضا الهند أعلنت أن هي بصدد يعني عودة السياحة الهندية على أثر زيارة الرئيس طبعا للبلدين. طب هي كانت إيه مشكلة الهند أصلا؟ الهند كانت من ضمن الدول اللي كانت، أنا عارفة، بس اتخذت هذا الموقف، والحقيقة ما كانش فيه أي حد من رعاياها تأذى في هذه الحالة. والأمريكان للأسف ما كانش فيه. ما هو بص حضرتك، هو السياحة بالذات هي بتبقى زي الدومينو، يعني بالزبط. تأثير الدومينو. هي السياحة بالذات بيقولوا عليها من السلع أو من الصناعات شديدة المرونة. إن أي تأثير صغير عليها ممكن، لو حد طفل جاله تسمم في مطعم ممكن ده يأثر على مستوى السياحة. فالحقيقة كون إن روسيا تعلن والهند تعلن وألمانيا ألمانيا أشارت أيضا إلى عودة قريبة للسياحة الألمانية، أعتقد ده هيكون الخطوة التالية لعودة السياحة الإيطالية. في تحرك إيجابي، هو صحيح بسيط ولكنه مستمر. نعم. ومتدفق
تجاه حل أزمة ريجين إن شاء الله. طيب، في موضوع مش في الصحافة لكنه مهم جدا على مستوى الأخبار التي نتابعها، زيارة وزير الدفاع الحالية لروسيا. ممكن حضرتك تشرح لنا أكتر إيه أبعاد الزيارة دي وإيه نوع التنسيق اللي بيتم، لأنه كل العناوين المتاحة في هذا الخصوص هي عناوين عامة لكن لا نعرف تفاصيل. هو طبعا بحكم الامور العسكريه طبعا بيبقى التفاصيل غير متاحه، لكن أكيد. لكن احنا نقدر نقول ان مصر وروسيا النهارده اصبح ما بينهم شراكه استراتيجيه في مجال التسليح. احنا مصر اعتمدت لفتره طويله، يمكن من بعد معاهده السلام من سنه 80 لغايه النهارده، معاهده السلام 79، لكن يعني التسليح المصري من 80 لغايه يمكن قيام الثوره كان اساسا بيعتمد على الجزء من المساعدات اللي كانت بتديها الولايات المتحده الامريكيه مع التسليح الغربي. معظم هذه السلاح لانه كان سلاح مساعدات، كان الحقيقه مفروض علينا نوعيات محدده من السلاح، هي اسلحه تميل الى انها اسلحه دفاعيه اكتر منها اسلحه. احنا مش محتاجين اسلحه هجوميه، لكن احنا كمان محتاجين اسلحه تسليح، نوع من التسليح المصري يكون قادر على الردع. احنا يهمنا الردع. مصر عمرها ما كانت دولة معتدية، لكن هو الردع بالقوة هو أكبر أداة لتحقيق السلام. فالحقيقة التحول النوعي اللي بتعمله مصر تجاه سياسة تنويع السلاح، احنا مش بنعتمد بس، كمان يعني مش هنتحول بقى نسيب السلاح الأمريكاني نتجه إلى السلاح الروسي، لكن احنا بالفعل ترتيبنا في القوة العسكرية على مستوى العالم تقدم هذا العام إثر التعاقدات العسكرية وأيضا جهود التسليح التي تقوم بها مصر مؤخرا، أليس كذلك؟ هو طبعا هو التسليح ما هوش العامل الأساسي في مسألة تقييم قوة الجيش. في عوامل كتيرة جدا، من ضمنها التدريب، من ضمنها القوة البشرية، من ضمنها القدرة على إمداد القوات المسلحة بقوات احتياط. يعني أيضا أعتقد أنه دائما هناك هذا العامل الذي لا يتحدث عنه الكثيرون لكنهم يعرفونه يعني بشكل صريح، شجاعة الجندي المصري وإقدامه في ساحة المعركة. طبعا ده يعني هو طبعا ده مش من العوامل اللي هم حاطينها في مسألة التقييم، لكن دي طبعا مؤكد ان العقيده القتاليه للمقاتل وللجيوش هو احد عوامل النصر. في يمكن يعني في العلوم الاستراتيجيه معادله مشهوره قوي اسمها معادله القوى الشامله. معادله القوى الشامله هي بتقيس قوه كل نواحي القوة للدولة مقابل دولة أخرى، سواء عسكريا أو اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا أو من ضمن أهم عناصر هذه المعادلة هي الروح المعنوية. احنا انتصرنا في حرب 73 بإيمان المقاتل المصري وإيمان المواطن المصري بعدالة القضية وبالروح المعنوية العالية اللي كانت موجودة فينا. فاحنا الحمد لله احنا المقاتل المصري مؤمن بقضيته، مؤمن بجيشه، مؤمن بدولته، مؤمن بشعبه، وبالتالي ده زي ما حضرتك أشرتي بيكون أحد عوامل القوة العسكرية في أي جيش من الجيوش. ممتاز. الآن أعود مرة أخرى للخبر العاجل الذي أشرنا إليه منذ قليل، وهو خروج قطر عن القضبان في منطقة العياط. طبعا أسفر عن بعض الوفيات والإصابات. نعرف مزيد من المعلومات من خلال الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف. صباح الخير يا دكتور. نحب نعرف من حضرتك إذا كانت هناك أي حصيلة حتى الآن لعدد الوفيات والمصابين في هذا الحادث. الحصر المبدئي حتى الآن يا فندم للحادث 14 مصاب وحالتين وفاة. حالات الوفاة لرجال أم نساء أم ماذا؟ التصنيف مش قدامي دلوقتي يا فندم، احنا لسه عمليات الاخلاء يعني جاريه حاليا. وتصنيف حتى حالات الاصابات، يعني احنا بيهمنا عمليه الاخلاء الاول، بعد كده التصنيف في الفرز ده بيجي المرحله اللي بعد كده. بس عمليه الاخلاء هي الاهم دلوقتي. العربيه، في عربيه فقط هي اللي خرجت عن القضبان مش كده؟ هو البلاغ جاي لنا ب3 سيارات خرجت عن القضبان. 3 سيارات.
معظم الاصابات متركزه في سياره واحده، ورجال الحمايه المدنيه موجودين في الموقع، وسيارات الاسعاف ورجال الاسعاف موجودين برضو في نفس الموقع، وبيعملوا على اخلاء المصابين من المكان يعني. طيب هل هناك تقدير لعدد الاشخاص الذين كانوا داخل هذه العربات الثلاثه ام يصعب تقدير ذلك الان؟ يصعب تقدير الموقف دلوقتي طبعا، لان في برضه تجمهر للاهالي في الموقع. الموقع لسه يعني جاري السيطره عليه، وعمليات الانقاذ ما زالت مستمره يعني. المكان ده فين بالظبط يا فندم؟ يعني هو خط العياط، لكن بجوار مزلقان العياط يا فندم. بجوار مزلقان العياط. طيب يا دكتور، هل في أي معلومات تانية حضرتك تحب تقولها لنا بخصوص هذا الحادث، بخصوص المستشفيات اللي هيتوجه ليها المصابين؟ الفريق الطبي اللي موجود في الموقع، في فريق طبي متخصص موجود في الموقع دلوقتي من هيئة الإسعاف، وفي 20 سيارة إسعاف موجودة في الموقع، بالإضافة لأن تم التنسيق مع مديرية الصحة في الجيزة برفع درجة الاستعداد كاملة من أول مستشفى العياط مرورا بالخط بالكامل لغايه مستشفى امبابه. يعني تقريبا معظم مستشفيات الجيزه جاهزه لاستقبال الحالات، والمتابعه بقى دوليه جدا يعني ما بيننا وما بين كافه الجهات المعنيه يعني. هل أنتم في هذه الحالات تكونوا محتاجين لعمليات نقل الدم مثلا أو التبرع بالدم؟ هل تنصح مثلا المواطنين ان هم يتقدموا بذلك ولا يروحوا المستشفيات؟ حتى الان المستشفيات يعني ما طلبتش يعني كميات اضافيه من الدم، وده بيتم تقريرها عن طريق المستشفيات، بس حتى هذه اللحظه لم يتم اعلان عن هذا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف، وطبعا نتمنى أن تكلل جهودكم بالنجاح. للأسف هذا الحادث مشاهدينا الكرام أسفر عن حالتي وفاة و14 مصابا حتى الآن. طبعا هذه حصيلة مبدئية، لا نعلم إذا كانت يعني ستتغير بتقدم الساعات، لكن ما نعلمه الآن أن هناك 20 سيارة إسعاف متواجدة عند مزلقان العياط حيث حصلت الحادثة، وبيتوجه المصابين لمستشفيات العياط وإمبابة وكافة المستشفيات الموجودة في الجيزة على أتم الاستعدادات لاستقبال هذه الحالات. طيب نذهب مرة أخرى لجولة الصحافة، وأجدد لك التحية أستاذ أحمد السرساوي. في المصري اليوم وهذا الجدل ما بين الرياض وطهران. الرياض ترد على خامنئي لن نسمح لإيران بتسييس الحج. كل سنة في موسم الحج بيكون في يعني انتقادات إيرانية لإدارة السعودية للحج. يا ريت حضرتك تشرح لنا خلفية هذه الأمور. اسمحي لي أنا قبل بس ما نجاوب على السؤال دون، نختم في جملة صغيرة الخبر اللي احنا كنا بصدده الخاص بروسيا. والحقيقة الفريق أول شويجو لما استقبل الفريق أول صدق صبحي، طبعا الفريق أول شويجو ده وزير الدفاع الروسي، أعلن تصريح أنا شايف إن هو مهم جدا. هو قال إن مصر شريك استراتيجي لروسيا في المنطقة، وإن إحنا لن ندخر جهد لمعاونة كل متطلبات مصر في مجال مكافحة الإرهاب. فالحقيقة الزيارة اللي بيختتمها حاليا الفريق أول صدق صبحي في روسيا هي هتكون نتائجها على التعاون الاستراتيجي بين البلدين هيكون نتائجها فعالة جدا للغاية. ممتاز. يعني طيب فيما يتعلق بالمشاحنات الإيرانية السعودية، طبعا هذا يدخل ربما في نطاق صراع القوى ما بين طهران والرياض. هو طبعا ده جزء من التحرش السنوي من إيران بالمملكة العربية السعودية. طبعا هو بيتم على خلفية الخلافات والمشاحنات السياسية ما بين إيران وجيرانها في الخليج العربي. طبعا إيران لها مشاكل مع كل دول المنطقة، سواء كانت الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث، أو تقليب الطائفة الشيعية الموجودة في البحرين، أو المشاكل اللي احنا عارفينها من النواب الشيعة اللي موجودين في البرلمان الكويتي. ولكن التحرش الأكبر هو بالمملكة العربية السعودية. طبعا إيران كل سنة بتاخد رحلة الحج تكئة لإحداث مشكلتين للسعودية والمصر. طبعا مصر إزاي؟
احنا عارفين الحجاج اللي جايين من قطاع غزة، واحنا عارفين ان حماس فاتحة قنوات اتصال كبيرة جدا مع إيران، وبالتالي إيران تستثير الرأي العام العربي السني على المملكة العربية السعودية وعلى مصر، مرة بسبب التضييق أو كما يعني يزعمون التضييق على الحجاج الإيرانيين في أداء المناسك للمملكة العربية السعودية، لأن الحجاج الإيرانيين بيسافروا وعندهم أجندة سياسية للتظاهر داخل الحرم، وهذه مناسك مقدسة دينية لا يتاح أبدا في هذا الزحام الكبير، في هذا الطقس الإسلامي الرائع والمسالم، إن يتم فيه عملية مظاهرة سياسية أو نوع من أنواع الاحتكاك أو التشاحن. ده بالعكس، ده هو يعني التأكيد الرئيسي في الحج، ألا يتم فيه تشاحن، ألا يكون هناك مشاحنة في الحج. فما بالك بقى بمجموعة من الحجاج ذاهبين أساسا لاستثارة هذه النعرات وإثارة الفتن ما بين المسلمين السنة والمسلمين الشيعة. أما على الجانب الآخر فإيران تستخدم حجاج غزة تكئة لإثارة مسألة معبر رفح، في حين إن معبر رفح هو ده واحد من 7 معابر موجودة داخل قطاع غزة، ووفقا للاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الخاصة وبروتوكولاتها الإضافية الخاصة بمعاملة المدنيين في الأراضي المحتلة، فالجانب الإسرائيلي هو اللي ملزم بإمداد قطاع غزة بكل احتياجاته من السلع الغذائية ومن المواد التموينية ومن مواد الطاقة وخلافه. نعم. لكن دائما يستثار أن قطاع غزة مغلق، أن قطاع غزة معزول، وبالرغم من كده السلطة المصرية تفتح قطاع غزة المنفذ مع قطاع غزة في رفح كلما استدعت الحاجة، كلما كان هناك طلب للعلاج، كلما هناك طلب ومسافرين، وأيضا في موسم الحج. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد السرساوي نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار اليوم على وجودك النهاردة، ونشوفك قريبا إن شاء الله. مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا للمتابعة. بعد فاصل قصير نلتقي الخبير الاقتصادي محسن عبد الوهاب عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بحدائق القبة.